عاوز اقول لكم على حاجة. احنا السبب في كل حاجة سيئة بتحصل عند ولادنا. بمعنى ايه؟ تعال نفترض ان في طفل مثلا بيقول الفاظ مش كويسة، هو جابها منين؟ اكيد سمعنا بنقولها. تعال نفترض ان في طفل بياكل اكلات مش كويسة، ما هو اكيد احنا بناكلها. فاللي عايز اقوله ان اخلاق الطفل وتربيته واكلاته الصحيه، دايما تلاقي في اسره كلها عندها سمنه. ليه؟ هم كلهم بياكلوا اكل غير صحي، كلهم. الاب والام بالعيال، تلاقي العيله كلها وزن زياده وسمنه. تلاقي في اطفال بتقول الفاظ وحشه، عرف منين؟ ما هو سامعهم في البيت بيقولوا الكلام ده متداول. وتلاقي اطفال تانية مهذب جدا وبيقول ميرسي وشكرا، وجابها منين؟ باباه ومامته بيتكلموا كده، العيله عندهم بتتكلم كده. فاللي عايز اقول، لو انت عايز ابنك يبقى كويس انت لازم تبقى كويس. لو عايزه ابنك يبقى بياكل اكل صحي انت تاكل اكل صحي. لكن احنا بنجيب الحاجات الحلوه ونخبيها وعايزين ناكلها من ورا الطفل. فهو شافك وشبط واتعود وبقى بيشبط في الحاجات دي على طول. وانت بتعاني، تلاقي الام تقول لك انا بحاول والله مش قادره امنعه. طب هو شاف الحاجه دي فين اصلا؟ عرف الالفاظ الوحشه دي منين؟ العصبيه بتاعت الطفل دي جت منين؟ احنا اسره عصبيه وبنزعق وبنتخانق مع نفسينا، والاب والام بيتخانقوا فهو بيقلدنا. فلازم تفهمي ان الطفل عباره عن مرايه ليكي، هو ورقه بيضاء وبيتكتب فيها ايه اللي انت هتعمليه واللي انت هتقوليه. فاتمنى تاخدوا بالكم من تصرفاتكم عشان ولادكم يبقوا كويسين.